يا مساء الفل. موسم القرنبيط والكرنب بقى ولازم نستغله احسن استغلال. القرنبيطة المسكينة دي كانت عندي في التلاجة بقالها اكتر من اسبوع، وطبعا بدأت تدبل، فقلت لا، لازم ولابد بقى اقوم من كسلي واعملها. قطعتها كده وردات متوسطة، يفضل يعني تكون متوسطة عشان ما تتهريش وقت السلق او الفرزنة في الفريزر او كده. وبعد ما نقطعها هنغسلها في مية ونقطتين خل مرتين او 3 علشان لو فيها اي رملة او طينة تنزل. بعد كده بقى بنحضر حلة على النار فيها مية هي دوبك بتغلي، ونحط لها ملح وكمون ونبدأ ان احنا ننزل بالقرنبيط. لازم قبل ما نسلق القرنبيط نفكر احنا محتاجين القرنبيط ده في ايه. هل احنا هنفرزه ولا احنا هنعمله دلوقتي على طول وناكله؟ لان السوا هيختلف. لو هنفرزه هنخليه يغلي غلوتين بس في المية، وهنشيله ونرصه في اطباق او في اكياس ونحطه في الفريزر علشان ما يتهريش. اما لو احنا هنعمله دلوقتي او هناكله النهارده او بكره يبقى هنسلقه سلقه كامله. طبعا انا القرنبيطه دي كنت عايزه استفيد منها في حاجتين، او دايما لما بجيب قرنبيط بعمل كده، باخد نصها اعملها دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه وبفرز الباقي، فبسلقها كده على مرتين. دي كانت اول سلقه اللي هي اتسلقت نص نص، ما اتسلقتش قوي يعني، سبتها بقى علشان تبرد. وفي ناس بتغسلها بميه، انا الحقيقه مش بغسلها بقى تاني، بسيبها كده وببدا ان انا احطها في اكياس وادخلها الفريزر. السلقه اللي هي هتتاكل دلوقتي دي بتكون اطرى شويه، فانا هنا عملت اللي من تحت بقى سلقته، اللي هو اول طلعه دي كانت اللي هعملها دلوقتي، والطلعه اللي فوقيها دي اللي هتتفرز. كانش عندي اطباق فويل وقتها فحطيت في اكياس لحد بس ما اجيب. عادي، هو مفيهوش اي حاجه خالص يعني، بنحطه كده وبنقفل الكيس كويس وبنحطه في الفريزر وبيقعد معانا مده كويسه يعني. طبعا واحنا بنفرز القرنبيط بنخلي بالنا ان احنا بنطلعه على مصفى ستانلس او الومنيوم مش بلاستيك عشان السخونيه. في كيس من الاكياس اللي انا عملتها دي حطيته في التلاجة اللي هو المستوي علشان انا هعمله على طول. فعملت بيضة واحدة بس بلدي صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها كمون وفلفل وكزبرة ناشفة وشوية بودرة بصل، ودي كانت الاضافة المرة دي، وطبعا نقلته في حتة تانية. هضيف كمان شوية نشا علشان قرمشة التوبنج بتاع القرنبيط. وطبعا هبدأ ان انا اقلبهم اضربهم كويس مع بعض، وهضيف شوية مية عشان الخليط يبقى يعني سائل اكتر. حابين تضيفوا معلقتين لبن مفيش مشكلة، انا هنا ضفت مية بس. وهبتدي بقى اضيف دقيق وكزبرة خضراء. كزبرة خضراء انا ضفت ناشفة، وهضيف كمان خضراء. باخد بس شوية اوراق منها وبغسلهم وببدأ ان انا اقطعهم وبضيفهم كده. وضفت كمان دقيق لحد بقى ما القوام يتجانس معايا، يعني هي مش بتبقى ليها مقادير قوي، هي مثلا كده دلوقتي خفيفة اهي خالص. فهبدأ ازود دقيق لحد ما القوام يتجانس. وطبعا خليكم فاكرين احنا ما ضفناش ملح، هنضيفه في الاخر، وهنضيف معاه شوية من توابل البطاطس برضه هتخلي الطعم هايل جدا. انا هنا علشان الكزبره باينه جدا فجبت الهاند بلندر وضربت. ما عندكوش هاند بلندر خلاص قطعوا الكزبره كويس. هنا بقى حطيت اهو الملح وبهارات البطاطس، خلي بالكم بهارات البطاطس بيبقى فيها نسبه ملح، فهتحطوها ما تكتروش من الملح الاساسي عشان بس ما يبقاش الموضوع ايه مالح بزياده. برضو لقيت القوام لسه طري او خفيف فزودت شويه دقيق كمان لحد ما يبقى بقى بالشكل ده اهو كده. ده كده اللي هو ايه هيمسك على القرنبيط كويس. هبتدي بقى احط القرنبيط واحده واحده كده، واغطس كل واحده بالخليط ده. وابدا بقى ان انا اسخن الزيت بتاعي كويس واحط فيه القرنبيط يتحمر. لو حطينا زيت غزير بيكون كويس، بس طبعا دلوقتي الاسعار يعني في السماء، فاحنا بنحط زيت مش كتير ونبدا نقلبها على كل الجوانب. لو حطينا بقى زيت كتير
هي خلاص بتنزل القرنبيطة القطعة يعني بتتحمر من كل الجهات ومن فوق ومن تحت ومن كله. فهنا طبعا انا حاطه زيت قليل، هقليها وهقلبها بقى على الجوانب. مفيش اسهل من قلي القرنبيط، يعني كأنكم بتقلوا اي حاجة حقيقة طعمه بيبقى هايل. انا بالنسبه لي بحطه الاول في التلاجة بعد ما اخلص ويبرد، بحطه في التلاجة وبعد كده بعمل سندوتشات عيش بلدي واكله فيها. في ناس بتاكله سخن، لكن دي الطريقه اللي انا بحبه بيها، وجربوها برضو الطريقه اللي طالعه من التلاجة دي هايله يا جماعه مع عيش بلدي، هتحسوا كده بنت عيش. بس هقلي كل الكميه اللي معايا و هطلعها طبعا مش على مناديل علشان ما تطراش، انا عايزاها تبقى يعني مقرمشه شويه. فلما تعوزوا الحاجه تفضل بقرمشتها ما تطلعوهاش على مناديل، طلعوها على مصفى تكون الومنيوم او ستانلس مش بلاستيك، عشان ما تسحش او تتفاعل او حاجه مع الاكل. فانا هنا اهو هطلعه بقى على مصفى الومنيوم. وكده الوصفة بتاعت النهاردة يعني بسيطة وسهلة وخلصت الحمد لله. جربوها بألف هنا وشفا، ولو عجبكم الفيديو متنسوش تشتركوا في قناتي وتدعموني، لان ده بيشجعني جدا ان انا استمر. شكرا ليكم، بالهنا والشفا.